ايه اللي هيحصل لو جرينا بسرعة الضوء؟ مبدئيا كده مفيش حاجة ليها كتلة قدرت توصل لسرعة الضوء. بس لو تخيلنا مع بعض ان الانسان قدر يوصل لسرعة الضوء فهتقابله 3 مشاكل. انت عشان تجري بالسرعة المعتادلة للانسان واللي هي 13 كيلو متر في الساعة بتحتاج طاقة مش قليلة. ما بالك بقى لو جريت بسرعة الضوء واللي هي 300 ألف كيلو متر في الساعة؟ لا، في الثانية الواحدة. فانت هتكون محتاج طاقة لا نهائية واللي هي اكيد مش هتعرف توفرها، فبالتالي هتموت خلال ثواني. طب افترضنا اللي احنا عرفنا نجيب الطاقة دي، فهتقابل المشكلة التانية واللي هي مقاومة الهواء لجسمك، وده هيزود حرارة جسمك، الحرارة اللي هتخليك تولع. تخيل بقى معايا كده اللي انت قدرت تتغلب على كل الكلام ده، فمن هنا ورايح بقى تنسى ان في حاجة اسمها زمن وحاجة اسمها وقت. ازاي تنجو من هجوم دب؟ الدب البني بيوصل وزنه ل 410 كيلو جرام، وبيوصل طوله ل 2 متر ونص، وعنده مخالب حادة وقوية وقوة فك ممكن تكسر كورة بولي بعضة واحدة بس. طب تعمل ايه بقى لو قابلت الوحش ده؟ أول حاجة لازم تعملها إنك تتشاهد وتلحق نفسك وتعمل لايك واشتراك. لو الدب ما خدش باله منك حاول ترجع بهدوء وتبعد عنه. طب لو خد باله منك مش محتاج أقولك إنك ما تحاولش تجري، عشان سرعة الدب بتوصل ل 56 كيلو متر في الساعة. ولا تحاول تطلع على شجرة مثلا عشان هو بارع في تسلق الأشجار. إنما أول حاجة تعملها إنك تزعق بصوت عالي وتحاول تبان ضخم. طب لو كل ده فشل وهاجمك، وده المتوقع طبعا، فأنسب حاجة في الموقف ده إنك تعمل نفسك ميت، ده لو ما متش من الخوف أصلا. الدب البني لما بيهاجم عشان بيكون حاسس بالتهديد، فلما يشوفك ميت هيعرف إن مفيش منك خطر، فهيسيبك ويمشي. وأنا كل ده بتكلم على الدب البني. إنما لو كان دب قطبي بقى، فطلع تليفونك ورن على حبايبك وقول لهم هتوحشوني، عشان انت لو عملت ميت كأنك بتقول له يلا العشاء جاهز. ليه لما حد بيفقد الذاكرة مش بينسى اللغة والكلام؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إن إحنا عندنا نوعين من الذكريات. النوع الأول اللي هي الذكريات المتقطعة، ودي اللي إحنا بنرجع لها لما نعوزها، زي الناس اللي نعرفها والمواقف اللي بتحصل لنا في حياتنا. ودي بيكون مسؤول عنها جزء في المخ اسمه الهيبوكامبس أو الحصين، وبيكون موجود في الجزء الصدغي من المخ، وده برضو اللي بيفكرك إنك تعمل لايك واشتراك. والنوع التاني اللي هي الذكريات الخاصة باللغة والكلام، وده موجود في منطقة بروكا اللي موجودة في فص الجبهة. فقدان الذاكرة بقى اللي احنا عارفينه وبنشوفه في الأفلام على طول غالبا بيكون ناتج عن إصابة الحصين اللي مسؤول عن المواقف اللي حصلت لنا وكده. أما الجزء المسؤول عن اللغة والكلام فبيكون سليم، بس ده ما يمنعش إن في حالات لو حصل إصابة كبيرة شوية وصلت للأجزاء دي فبكل تأكيد اللغة والكلام هيتأثروا برضه. هي إيه أبطأ حاجة في الكون؟ أبطأ شيء في الكون هو الشيء اللي سرعته بتكون صفر، وكلنا عارفين إن السرعة بتساوي صفر لما الجسم يكون ساكن. طب لو قلتلك بقى إن مفيش حاجة سرعتها بصفر أصلا هتقول لي إيه؟ اعمل اللايك والاشتراك وتعال أقولك إزاي. دلوقتي لو مسكت مكعب مثلا في إيدك ومشيت بيه، هو فعلا المكعب ثابت، ولكنك ما تقدرش تقول إن سرعته صفر لأنه بيتحرك بنفس سرعة جسمك. هتقول لي يا عم هات المكعب اللي مزعلك ده وحطه على الأرض كده بقت سرعته صفر. هقول لك فعلا كلامك صح، بس ده بالنسبة لك انت. انما بالنسبة لواحد بره الأرض أصلا هيشوفه بيتحرك بسرعة دوران الأرض. معنى كده ان السرعة شيء نسبي. يعني لو قلت على حاجة انه سرعتها صفر ده مش غلط، بس في نفس الوقت مش صح برضه.